السلام عليكم طلاب. قبل بداية الفيديو لا تنسون تخلون لايك للفيديو، تشتركون بالقناة، واهم شي تتابعون هذا الفيديو للنهاية حتى تفهمون هذا الخبر زين. اهم شي تخلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتتابعون هذا الفيديو للنهاية حتى نوضح لكم هذا الخبر. اللايك للفيديو يخلي المناشدة تصعد وتوصل الى الجهات المعنية، والاشتراك بالقناة يخليك تتابع آخر أخبار وزارة التربية العراقية أول بأول، وجميع الصفوف راح تنزل على هاي القناة. لذلك نرجو من عندكم اللايك للفيديو وتشتركون بالقناة، ضروري جدا. واللي عنده سؤال بخصوص وزارة التربية، واللي عنده مناشدة بخصوص وزارة التربية، يكتبها لنا بالتعليقات واحنا راح نسوي فيديو نشره. وهسه انت خليت لايك للفيديو واشتركت بالقناة، هسه تابع هذا الفيديو للنهاية حتى تفهم الخبر زين. اليوم عندنا مناشدة منقولة من أحد الطلبة، يقول: إعمام إلى طلبة العراق كافة. يعني هذا الإعمام كافة طلاب العراق، يعني بدون استثناء، من البصرة لحد الشمال، من زاخو إلى البصرة. عندنا يقول: إلى طلبة العراق كافة وإلى الأهالي الكرام، إذا أردت الذلة اجلس في مكانك. يقول لك اللي يريد الذلة يجلس بمكانه، يعني اللي هو راح يسوي مظاهرات بخصوص الدخول الشامل. فالرجال يبين معدنها بوقفتها أمام الظلم. طبعا هنا الطالب جاي يقول: يوم السبت الموافق 8/8 مظاهرات أمام وزارة التربية العراقية. يوم 8/8 مظاهرات أمام وزارة التربية العراقية، يعني يوم 8/8 اليوم 7، يعني باكر مظاهرات أمام وزارة التربية العراقية وبجميع المحافظات العراقية، مظاهرات بخصوص موضوع الدخول الشامل. تبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 1 ظهرا، يعني كل محافظة يروحون يتظاهرون قدام وزارة التربية العراقية، يتظاهرون بخصوص مطلب الدخول الشامل، حتى المطلب يعني يوصل إلى وزير التربية. وزير التربية نتأمل أنه يطرحه بالجلسة القادمة أمام رئيس الوزراء، لأنه هو مثل ما تعرفون الوزير موافق بقبس قرار مجلس الوزراء سيد علي الزيدي، ونتمنى رئيس الوزراء يوافق على هذا المطلب. عندنا يقول بالدخول الشامل وحتى طلاب الدور الأول فهو يوم واحد، يعني طلاب الدور الأول يقول لهم هو يوم واحد. طلعوا لنا مظاهرات حتى يعني حتى يساندونهم خصوص موضوع الدخول الشامل، وحتى يصير يعني أعداد هواية من الطلاب، مو أعداد قليلة. فإحنا أيضا نطالب أنه الجميع، سواء اللي داخل وزارة واللي ما داخل وزارة، يطلع حتى يشوفون أعداد هواي. واحنا ايضا راح نشارككم وراح ندعم هاي المظاهرات بخصوص الدخول الشامل. عندنا بعد شو يقول: نرجو التكاتف، نرجو من الاهالي حث ابنائهم على المظاهرات قبل موت المطلب. يعني موت المطلب يعني هو موضوع اكيد، لانه بالجلسة القادمة اذا ما انطرح موضوع الدخول الشامل، يعني بعد الوزارة او وزير التربية ورئيس الوزراء بعد ما راح يعلق على الموضوع، بعد راح يتجاهلون الموضوع. مثل ما قال هذا الطالب، يقول: موت الموضوع، لم يتبقى شيء إلا القليل. إعمام إلى طلبة العراق كافة وإلى الأهالي الكرام. إحنا هاي مناشدة من طالب إلى الطلاب وإلى أهاليهم، يقول: نرجو من عندكم إعمام هذا المطلب. أكيد اللي جاي يشوف هذا الفيديو حتى يصعد الفيديو هاي المناشدة يخلي لايك للفيديو ويشترك بالقناة وينشر الفيديو بين أصدقائه، وينشر موعد المظاهرات أمام وزارة التربية العراقية. فإحنا نضغط حتى بالجلسة القادمة رئيس الوزراء يعني يوافق على الدخول الشامل، لأن من يوم وزارة التربية طرحت موضوع الدخول الشامل لحد اليوم رئيس الوزراء ما موافق عليه، بس وزارة التربية. انتم مثل ما تعرفون وزير التربية أول ما صار وزير للتربية داخل البرلمان سألوه بخصوص موضوع الدخول الشامل، قالوا له: أنت موافق على موضوع الدخول الشامل أو ما موافق؟ هو قال موافق. وبعدين وزير التربية قال خلي يخلصون جماعة الدور الأول، لأن حاليا احنا عندنا
منشغلين بجماعة الدور الأول وبامتحاناتهم. فمثل ما تعرفون أيضا جماعة الدور الأول أيضا خلصت امتحاناتهم لحد الآن. وبعدها عفوا وزير التربية طرح موضوع الدخول الشامل وافق عليه، بس مثل ما شفتوا انه لحد الآن ماكو أي خبر من رئيس الوزراء السيد علي الزيدي بخصوص هذا الموضوع. فاحنا نتمنى من رئيس الوزراء بالجلسة القادمة يصوت على الدخول الشامل لطلاب العراق حتى الكل تدخل والكل تنجح. واحنا الطلاب احنا نحثكم على الدراسة بشكل مستمر، يعني عسى ولعل ينطون دخول شامل، لا تأيسون. احنا راح نبقى نطالب لكم بموضوع الدخول الشامل. قبل لا يوافق وزير التربية الكل كان مأيس، الكل كان يقول ماكو دخول شامل. بعدها الوزير انطى دخول شامل، بس حد الآن يعني تعرفون انتم لازم رئيس الوزراء يوافق عليه حسب الدستور، انه الدخول الشامل لازم يتوافق عليه من رئيس الوزراء ايضا، مو بس من وزير التربية. فاحنا نتأمل من السيد علي الزيدي يوافق على مطلب الدخول الشامل. راح نقرأ لكم هاي المناشدة مرة ثانية حتى تفهمون المناشدة وحتى تنشرونها للطلاب ويفهمونها أيضا. هاي مناشدة منقولة، يقول: إعمام إلى طلبة العراق كافة وإلى الأهالي الكرام. يعني هو جاي يناشد الطلاب وأهلهم، يقولهم إعمام إذا أردت الذلة اجلس في مكانك. يعني هو جاي يقولهم انه الذله لما تبقى ببيتك وبس تطالب بالدخول الشامل. هو جاي يحث على المظاهرات، لان تعرفون انتم المناشدات بصفحة الوزير ما جاي يستجاب لها. فهسه احنا نناشد بخصوص الدخول الشامل، نناشد وزير التربية. وزير التربية قال انه الدخول الشامل كل مواد 50,000 دينار عراقي، وهاي ايضا المبلغ يفيد الوزارة. نفس الشيء احنا مثل ما نقول مو سالفة انه تتضرر الموازنة، ما راح تتضرر لانه الفلوس راح تكون من جيب الطالب. والكلهن من الطالب، يعني ما راح يأثر على الامتحانات. وعندكم بعد وقت، يعني احنا حاليا بداية الشهر الثامن، فيلحق الوزير ينطي يعني ويا جماعة الدور الثاني خليهم يمتحنون افضل، حتى اسئلة موحدة ويخلصون. وايضا نتأمل يعني مثل ما تعرفون حاليا جاي ناشد على موضوع الدخول الشامل، ولما نخلص هذا الموضوع ناشد على الدور الثالث ايضا. وتحياتي لكم طلاب. وطبعا احنا هاي المناشدة نقلناها من احد الطلاب، واحنا نستقبل المناشدات اللي تدزوها لنا، نستقبل المناشدات تدزوها لنا حتى ننشرها لكم ونبلغكم بيها، ويعني نوصلها الى وزير التربية، نوصلها الى وزارة التربية، نوصلها الى هيئة الرأي. ما عندنا مشكلة. احنا ننشر مناشداتكم، والباقي انتم شلون تدعمون القناة ما تدعمون القناة هاي بعد يمكم. احنا تدعمون المناشدة اهم شي. احنا بهاي القناة نعمل لخدمتكم، يعني احنا اهم شي عندنا خدمة الطلاب. احنا بهاي القناة من ننشر لمصلحة الطلاب، احنا ما عندنا اي شي يضر الطلاب، لا بالعكس. يعني احنا كلنا ويا الطلاب، كلنا ندعم الطلاب، كلنا نوقف ويا الطلاب ونقولهم وندعم مطالب للطلاب، ندعمهم. واحنا بالتوفيق للجميع، وان شاء الله الكل يدخلون وزاري، والكل ان شاء الله ينجحون، وان شاء الله ما حد يرسب، وان شاء الله ما حد وان شاء الله ما حد يعني يوقف على الدخول الشامل. ان شاء الله كلكم تدخلون، وان شاء الله كلكم تخلصون، وان شاء الله الجميع ينجح وبالتوفيق لكم. واحنا نسعى يوميا، نسعى الموضوع الدخول الشامل، ونتمنى من وزارة التربية ايضا توافق على هذا الموضوع. نتمنى من وزارة التربية توافق على موضوع الدخول الشامل، وان شاء الله الكل تدخل، وان شاء الله الكل تنجح، وبالتوفيق للجميع، ومع السلامة.